السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الوجبة الجميلة الروعة دي؟ بجد طعمها فوق الوصف. عملناها، ما خدتش منها وقت، وكمان موفرة، وعملنا منها كذا حاجة. يلا بينا نبدأ مع بعض. انا جبت حوالي كيلو الا ربع كبد وقوانص. انت ممكن تجيبي نص كيلو، ممكن تجيبي ربع كيلو، وتحطي كمية البطاطس انت محتاجاها، ربع كيلو او نص كيلو. هيديك الطعم الجميل وهيشرب كله من بعضيه، ما تحسيش ان انت حاطه بطاطس اكتر من الكبد والقوانص. بجد طعمها روعة قوي. هنا انا جبت كميه البطاطس اللي انا عايزاها، والبصل والفلفل الحامي او فلفل رومي اللي تحبيه، وليمونه. حطيت هنا معلقه زيت ومعلقه زبده، وقطعت البصل اللي انا عايزاه. ممكن تحطي بصلايه، هي البصل حسب ما تحبي يعني، دي رغبتك. قلبت مع بعضيه كويس جدا لحد ما بقى شفاف، دبل مع بعضه. ورحت مقطعه عليهم فصوص توم. ممكن تحطي فص، ممكن ما تحطيش خالص. ممكن تحطي 3 يعني حسب برضك ما انت عايزه. هي يا جماعة راحات. قلبتهم مع بعضيهم، ورحت حاطة عليهم البطاطس علشان تتشوح معاهم شوية. هنقلبها حوالي تقليبة او 2 لحد ما نحس ان هي اتشوحت شوية مع البصل وتجانست مع بعضيها شوية. هننزل معاها بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، وبرضو هنقلبها مع بعضيها، وهنغطيها شوية يا جماعة مع حوالي نص كوباية مية او ربع كوباية مية. وكده كده البطاطس هتنزل مية. تمام. هتغلي حوالي غلوة والتانية وانتي مغطياها على نار عالية، وبعد كده نهدي النار عليها. هنا نص كوباية المية حطيناها خلاص، وهنغطيها شوية بحيث ان هي تغلي غلوة وتخش في السوا. هنهدي النار عليها، ونقطع الفلفل الحامي او بارد او رومي او الوان اللي انت عايزاه تحطيه حطيه. الاكله دي يا جماعه ابدعي فيها زي ما انت عايزه. دي بهاراتنا اللي هي الفلفل والبهارات اللحمه وكزبره وشويه كمون وحبه الملح. وخلاص كده هنطفي عليها بعد ما تستوي، وهنعصر قبل ما نطفي عليها نص ليمونه، وهنقلبها مع بعضيها ونطفي يا جماعه النار عليها. هنا حطينا معلقه زيت مع معلقه زبده، والمكرونه هنحمرها مع بعضيها. يا جماعه ما تسيبوش المكرونه على النار وتعملوا حاجه، لازم ايدك في قلب المكرونه عشان تبقى كلها متحمره تحمير واحد، ما تبقاش واحده بيضه وواحده غامقه. تمام. ونص الليمونه اللي انا حطيته على الكبده قوانص عشان يحافظ على الحديد اللي في الكبده. لو عندك كوبايه شوربه حطيها هي في الاول، وبعديها اسقي بالميه. تمام. ما عندكيش شوربه حطي مكعب مرقه دجاج وحطي ميه للمكرونه. هنغطيها مستوي. وانا دلوقتي أنا بعمل السمبوسه، خدت عينه منها علشان اعمل بيها السمبوسه. زي ما انتم شايفين كده نفس الخليط اللي انا عملته يا جماعه. هعمل تشكيله من السمبوسه. وكان عندي ورقتين اللي هما السوري، برضو حطيتهم وعملت عليهم الجبنه وطماطم، ولفتهم وحمرتهم. برضو يا جماعه انا ما حمرتهمش في الزيت، انا حطيتهم في صاج ودهنتهم بالفرشه ودخلتهم تحت الشوايه. والله العظيم جميله وخفيفه وعجبت الولاد. حاجه صحيه بجد بجد. اعملي بنفس الطريقه دي والله العظيم بجد هتدعيلي. ما خدتش مننا وقت. والتحمير هدي النار عليها عشان ما تتحرقش منك تحت الشوايه. وغيبي وبصي عليها ما تطوليش قوي عشان ما تتحرقش منك. ودي سفرتنا زي ما انتم شايفين. في النهايه بقى بتنجان ومكرونه وطبق السلطه الجميل جدا ده، وخلطتنا الجميله الحلوه قوي اللي هتعجبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.